النهارده الادمن بتاع صفحه المجلس العسكري على الصفحه الرسميه للمجلس العسكري على الفيسبوك يعني اتكلم عن قيام النائب زياد العليمي عضو مجلس الشعب بسب المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه خلال مؤتمر جماهيري في بورسعيد. الادمن قال خرج علينا العليمي في بورسعيد أمس ويتحدث عن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي هو حاليا يمثل رئيس الجمهورية ويتم سبه وقصفه على الملأ، فهنا يجب التوقف والتركيز بشدة ليس لشخصه وإنما لصفته البرلمانية، فهو عضو برلمان الثورة، والعضو البرلماني يتسم بالعلم والمعرفة والثقافة والوعي السياسي، وقبل كل هذا الأدب، والمقصود بالأدب هو أدب الحوار والتحدث مع الآخر وتقبل الرأي والرأي الآخر، وأن تكون الحجة في الإقناع لكسب الثقة والتأييد وتحقيق الأهداف. وأكد أدمن صفحة القوات المسلحة على الفيسبوك إن ما حدث يطرح سؤالا في غاية الأهمية: هل يقبل رئيس مجلس الشعب وأعضائه ولجنة القيم به مثل هذا التطاول؟ ولو حدث في الشارع على المستوى الشخصي وتم السب لأي منهم، ماذا سيكون رد فعله السريع اتجاه من سبه؟ وأضاف: أما بالنسبة للسيد العضو المحترم، يقصد طبعا زياد العليمي، والذي ربما أقنعه البعض بأن مهاجمة المجلس العسكري كما يسمونه أو أعضائه هو الطريق السريع لتحقيق الشهرة الإعلامية، فنحن نقول له: لا عتاب عليك، والثورة بريئة منك ومن أمثالك، وأنك لم تسيء إلى رئيس المجلس الأعلى، وهو أكبر من أن تصل إليه أو يصل إليه أشباهك ومؤيدوك، وهم أصبحوا معروفين للشعب المصري كله، وإنما أنت عبرت عن أخلاقك التي تسمح لك بإهانة وسب من هم أكبر منك سنا، فهي ليست أخلاق المصريين. كان في النهارده فيديو بيتداول على اليوتيوب لمؤتمر جماهيري للنائب زياد العليمي بيتحدث فيه بشكل صريح او بيصف المشير طنطاوي باوصاف ما ينفعش نقولها، لكن في النهايه ده اللي حصل النهارده، وده الرد من ادمن القوات المسلح صفحه القوات المسلحه على الفيسبوك.